بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في قول جديد من أقوال قداسة البابا شنودة يقول كده: الغضب طاقة لا يمكن تحطيمها ولكن يعاد توجيهها، فالغضب بعد إعادة توجيهه ينتج عنه طاقة حماس وطاقة غيرة ونخوة في عمل الخير. إذا حطمنا طاقة الغضب صار الإنسان خاملا أو باردا. تعريف جديد وحلو قوي عن الغضب، لما أوقات كتيرة قوي بنتكلم الغضب خطية الغضب خطية الغضب خطية، الحقيقة الإنسان بيتضايق لأن في أوقات تحتد روحه. طب ما إيليا غضب، يوحنا المعمدان غضب على هيرودس وتصرفاته، المسيح نفسه اتقال عنه اغتاظ يسوع لما التلاميذ هشوا الأولاد الصغيرة من حواليه. يبقى الغضب طاقة ربنا خلقها بصلاحه جوانا، بس في فرق بين غضب مقدس يهتم بغيرة حقيقية لاسم ربنا ومجد ربنا، غضب يتحول لطاقة من أجل خلاص النفوس، غضب يتحول لغيرة على كل إنسان بعيد عن ربنا، أو غضب يتحول لنخوة خير إن احنا نشوف ناس أهملت ناس فتحتد روحنا ونروح نساعد الناس دي. يبقى كل ده غضب مبارك، وكل ده غضب مقدس، وكل ده غضب ماشي في طريق الصلاح. يبقى احنا مش عاوزين نقول ان الغضب كله غلط، لا احنا عاوزين نقول ان الغضب دي طاقة جوانا ربنا خلقها من اجل الخير، بس الشيطان بيستخدمها من اجل الشر. طاقة النرفزة وطاقة الغضب وطاقة تتحول لشتيمة وتتحول لسب وحلفان، كل ده بقى المظاهر الخاطئة. لكن اللي قاله قداسة البابا هو اللي قاله مرة نيافة الأنبا موسى في محاضرة عن الغضب، قال نفس الكلام، قال يا ريت بقدر الإمكان نحول الغضب الخاطئ لغضب صالح. والكلام ده كمان أكده نيافة الأنبا يوسف أسقف جنوب أمريكا لما كان بيتكلم على أن الغضب طاقة. تخيل جديد وفكر جديد عن الغضب، يا ريت نقدر نحول كل الغضب السلبي لغضب إيجابي من أجل صلاح الله ومن أجل الكنيسة ومن أجل خلاص النفوس. اديني يا رب إن يلتهم قلبي بحبك، فيبقى كل اللي حواليا بيحبوك ونشتغل بنخوة من أجل خلاص النفوس. صباح الخير.